أبدأ تأسيس ولا أبدأ تخصص؟ أهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم على سؤال مهم جدا أي حد لسه بيبدأ في مجال البرمجة بيسأله لنفسه، ده غير الناس اللي مش مدركة أصلا إن في حاجة اسمها أساسيات البرمجة. كل اللي يعرفوه إن أي حاجة فيها كلمة برمجة هي بتجيب فلوس، ده اللي معروف دلوقتي. وفي الفيديو ده هنفهم إيه الفرق بين التأسيس والتخصص، ونوضح إيه الفرق بينهم وإيه أهميتهم، وإمتى تبدأ تأسيس وإمتى تبدأ تخصص، مع مصادر لكل حاجة هتتقال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنهاردة معانا الناس اللي منورانا في الفيديو ده واللي الفيديو أساسا مبني عليهم، ودول كلهم فخر في المجال بتاعنا وفخر في المحتوى العربي، واللي اتعلمنا منهم ولسه وهنفضل نتعلم منهم. دلوقتي هنبدأ نعرفهم، ومش معنى ان ذكرت شخص الأول قبل التاني فده يدل ان واحد أجمد من التاني. الناس دي كلها على راسي اولا، ومفيش حد فيهم يقل اهمية عن التاني، وكلهم قيمة وقامة. ونتمنى ان الناس دي تشوف الفيديو ويعلقوا على الفيديو، ومنشن لهم تحت زي ما انا وريتكم دلوقتي. هتاخدوا المنشن اللي في الصورة، هتاخدوا كوبي وتحطه في قلب الكومنتات، تاخدوا المنشن ده وتحطوه في الكومنتات. عشان ايه؟ عشان يشوفوا الفيديو. طيب نبدأ دلوقتي. معانا باشمهندس أسامة الزيرو، صاحب أكبر قناة عربية لتعليم البرمجة. الراجل ده اللي علم مصر كلها فرونت إند. رقم اتنين معانا باشمهندس إسلام، صاحب قناة كودزيلا، وده مهتم أكتر ببايثون. رقم تلاتة معانا باشمهندس محمد أبو هدهود، صاحب قناة بروجرامينج أدفانسز، واهتمامه الأكبر هو تعلم أساسيات البرمجة بلغة سي بلس بلس. رقم أربعة معانا باشمهندس إبراهيم حجازي، أو مش إبراهيم حجازي، الراجل ده جامد جدا في مجال السايبر سيكيورتي، وكمان ليه بودكاست جامد جدا مع أحمد أبو زيد. رقم خمسة معانا باشمهندس نجيب درويش. باشمهندس نجيب فول ستاك، والراجل ده صاحب أحسن كورس رياكت حرفيا على اليوتيوب. هتلاقيه حرفيا الكورس ده بيفهمك ازاي تتعامل في العموم مع سوق العمل، ولما تمسك مشاريع على أرض الواقع، وازاي وكل حاجة حرفيا. يعني الكورس ده هيأسسك ان انت تاخده تبقى خارج فاهم سوق العمل بيقولك ايه. رقم ستة معانا دكتور مصطفى سعد، صاحب قناة عرب كومباتيتيف بروجرامينج، والقناة دي فيها كل حاجة حرفيا عن الكومباتيتيف بروجرامينج. طيب نسيبهم دلوقتي وهنرجع لهم تاني في الآخر، بس تعالى دلوقتي نفهم مضمون الفيديو نفسه. طيب لو انا لسه بقول بسم الله وهبدأ برمجة، المفروض اعمل ايه؟ دلوقتي انت طالما دخلت المجال ده لازم تدرك حاجتين مهمين جدا، واللي هما اول حاجة اساسيات البرمجة، تاني حاجة تخصصات البرمجة، ودي بتتحسب حسب بلدك. فنقطة مهمة هنتكلم عليها وتفهمها دلوقتي في الآخر. طيب ايه اللي انت لازم تبدأ فيه لو انت لسه ابيض خالص، اللي هو زيرو برمجة بمعنى الكلمة؟ فانت لو دخلت تذاكر تخصص على طول تبقى غلطان، وده كده غلط. ليه غلط؟ ما تبقاش غشيم وتدخل ان انت عايز فلوس وخلاص. عشان لو دخلت تخصص على طول هترجع تاني تتأسس، لان الاساس معتمد عليه التخصص. يعني اي حاجة في العموم المفروض يكون ليها اساس قوي، صح ولا ايه؟ صح، عشان يتبني عليها اللي جاي بعد كده. طيب دلوقتي لو انا معايا حتة ارض ماشي، شريحة عايز ابنيها، ايه اول حاجة المفروض اعملها؟ جاوب انت يا عم، مش هجاوب انا، اعتبرني مش هجاوب. طيب اول حاجة لازم الاساسيات، ولازم الاساسيات تبقى قوية عشان يتبني عليها ادوار كتير بعد كده. طيب البرمجة زي البيت بالظبط اللي انت بتأسسه، لازم تبدأ متأسس كويس عشان تطلع تبني عليها الادوار، واللي هي التخصص، عشان تبقى جامد كده. مش تبقى مش تبقى سيكي ميكي، لا، تبقى جامد. عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى جامد من الاخر. عايز تتأسس هتبقى جامد، مش عايز تتأسس هتبقى بطيخة. عايز تبقى بطيخة ولا عايز تبقى جامد؟ ايه البرمجة كده بالظبط، لازم اول حاجة تبدأ بيها الاساسيات. طيب ما عدا ابدأ تخصص على طول. هو انا هبني عمارة زيك؟ لا، ما هو في حالات وحالات. طيب لو انت هتبدأ تأسيس فانت واحد من اتنين، ولو انت هتبدأ تخصص فانت واحد برضك من اتنين. طيب يعني انا دلوقتي واحد ولا اتنين؟ حاجة مهمة جدا. طيب ايه هي الاساسيات دي اصلا؟ الاساسيات في البرمجة بتتلخص في 5 او 6 حاجات. لغة برمجة قوية تأسسك وتعلمك مفاهيم كتيرة وتخليك تحل بروبلم عشان تطور منك ومن تفكيرك. طيب ايه هي اللغة دي؟ اللغة دي واللي هي السي بلس بلس، اللغة دي هتخليك حرفيا جامد بمعنى الكلمة، لأنها لغة قوية جدا ومتنوعة في استخداماتها. هتخليك تتحكم في الذاكرة بشكل مباشر، فده هيساعدك تفهم ازاي البرنامج بيشتغل. تاني حاجة هتعلمك OOP، واللي هي الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. طيب اللي هي مهمة جدا وهتحتاجها جدا في كل لغات البرمجة، ودي اللي بتخليك تنظم شكل الكود، بتخليه أحسن. رقم 3 هتعلمك داتا ستراكشرز، ودي هتعلمك حاجات كتير زي التري واللينكد ليست. رقم 4 هتعلمك الجوريزم،
بلس انك هتحل بروبلم وهتفهم ايه الالجوريزم ده وبيشتغل ازاي، وهتساعدك تطور من تفكيرك. رقم 5، هتعلمك ازاي تتعامل مع الاي او. ايه هو الاي او؟ الانبوت والاوتبوت، ودي اللي هي المدخلات والمخرجات اللي انت بتدخلها والحاجات اللي انت بتخرجها. الانبوت المدخلات، والاوتبوت المخرجات، وازاي البرنامج بيتفاعل مع المستخدم والبيانات. طيب ما في لغات تانية زي بايثون ممكن ابدأ بيها عادي، ليك حرية الاختيار، يا تبدأ ببايثون يا تبدأ بسي بلس بلس يا تبدأ بجافا، انت حر. طيب ما اي لغة في العالم تقدر تعلمني اللي انت قلته ده كله، زي مثلا بايثون تقدر تعلمني او او بي، تقدر تعلمني داتا ستراكشر، تقدر تعلمني الجوريزم. يعني ما بالك انت لما مثلا يكون عندك لغتين، اللغة الاولى بتعلمك ان انت تعمل كل حاجة بايدك، واللغة التانية بتديك الحاجة جاهزة تقول لك خد استخدمها على الجاهز. انهي واحدة اللي هتأسسك صح؟ اكيد الحاجة اللي انت بتبنيها بايدك، لان انت بتبقى فاهم كل حاجة حرفيا في الحاجة دي. لان انت لما تاخد الحاجة جاهزة انت متعلمتش حاجة، انت خدتها على الجاهز واستخدمتها. بايثون كويسة وسهلة بس مش هتخليك جامد. لو عايز تبقى جامد ابدأ بسي بلس بلس. يعني الاتنين اساسيات، والاتنين هيخلوك متأسس كويس. بس انت عايز تبقى جامد ولا عايز تبقى عادي؟ لو عايز تبقى جامد خد سي بلس بلس، لو عايز تبقى عادي خد بايثون. بس ليك حرية الاختيار وانت حر. طيب انت قلت لي ينفع ابدأ تخصص وادخل على التكنولوجيا على طول، صح؟ صح، ايوه عادي، بس ده في حالات معينة. يعني ده مترتب على ظروف الشخص اللي قدامي. يعني مثلا اللي بيبدأ تخصص على طول ده بيكون يا اما عنده خلفية كويسة بالبرمجة الى حد ما كويس، يعني بيفهم الرياضة او بيحب الرياضة مثلا، فيبدأ يتخصص عشان وقته وعشان يجيب فلوس. ما بص، هو اللي بيتخصص بسرعة بيبقى عايز يجيب فلوس من الاخر، هو ده من الاخر، من الاخر الاخر. فيبدأ تخصص عشان وقته. وفي اللي بيبدأ التخصص كنوع من التجربة، يعني مثلا بيتعلم فرونت اند او باك اند او غيره، بس ما يقدرش يتخصص في حاجة زي سايبر سيكيورتي او اي اي. هو عايز حاجة سهلة سلسة ما تاخدش معاه وقت، يعني مثلا بكتيره من سنة، من 6 شهور ل9 شهور أو سنة أو سنة ونص على الأقل، يتعلم وياخد خبرة فيهم، وبعد كده يروح يروح يدور على شغل. طيب لحد فين أقدر أقول على نفسي إني متأسس كويس؟ لو أنت بقى هتبدأ تأسيس، لحد فين أقدر أقول إن أنا متأسس كويس؟ زي ما قلنا في الأول، تكون بدأت بلغة معينة بتحل بيها بروبلم، وملم بالداتا ستراكشر والالجوريزم والاو بي. بس تخلص الحاجات دي من هنا، تقول على نفسك ان انت كده متأسس اساس قوي، او اساس يخليك ان انت تعدي مرحلة التأسيس، تدخل بقى تشوف التخصص بتاعك. يبقى انا عايز اتخصص اعمل ايه؟ اول حاجة هتبحث كويس في بلدك ايه هي التخصصات اللي شغالة في بلدك، وبعد كده هتلاقي التخصصات قدامك، تبدأ تعرف كل مجال بيتكلم عن ايه وبيعلمك ايه، وبتبدأ تشوف ميولك رايحة فين وتبدأ تخصصك. يعني في مثلا اكتر من كذا مجال، وانت دلوقتي ميح ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، عايز تتخصص وخلاص. فانت هتروح تسمع فيديو او مثلا كل مجال، او هتروح تقرا عن كل مجال بيعمل ايه، وهو اصلا متخصص في ايه وهيعلمك ايه، وانت هتشتغل منه ايه. فبعد كده بتشوف بقى ميولك رايحه فين، يعني انت حبيت ايه من الحاجات دي كلها، وتبدا بقى ان انت تبدا فيها تتعلم، وبعد كده تاخد وقتك فيها، وبعد كده تبقى ربنا يكرمك وتشتغل. طيب دلوقتي انا في مصر، ايه هي التخصصات اللي اكتر شهرة واللي موجودة بكثرة في السوق؟ عندك واحد واللي هو حبيب الملايين، مجال الويب، فرونت وباك وفول ستاك. تاني حاجة الابليكيشن، اندرويد واي او اس. تالت حاجة تحليل البيانات واللي هي داتا اناليسيز. رابع حاجة الاي اي. رقم 5 السايبر سيكيورتي. رقم 6 تطوير الالعاب واللي هي الجيم ديفلوبمنت. رقم 7 الاي تي. رقم 8 السيو. رقم 9 الداتا ساينس. خلاصة من كلامي عشان نرجع للباشمهندسين اللي كانوا منورينا في البداية، في ناس ممكن تقولك الأساسيات لازم تدرسها 4 سنين من حياتك، وفي ناس تقولك أنا عايز أتخصص عشان أجيب فلوس، عشان الدنيا صعبة والدنيا وإلخ إلخ إلخ. وفي ناس تقولك ابدأ تأسيس وبعد كده اتخصص، وفي ناس تقولك ابدأ ده مع ده. في النهاية الموضوع نسبي ومترتب على الشخص نفسه، سواء طالب أو خريج، القرار بيرجع ليك في الآخر. طب ممكن أعرف رأيك يا باشمهندس؟ أنا وأنت يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هنروح نعمل انترفيو في الوظيفة اللي قدامك دي. ايه رأيك قدم على الشغلانة دي ونشوف بقى مين اللي هياخد ال40 ألف اللي هتلوح دول في الآخر؟ لو عايز رأيي يعني، اركن التخصصات دي لفترة سنة ولا حاجة، واقفل على نفسك وخليك مثلا جد من 6 ل9 شهور، اتعلم فيهم الأساسيات وخد لك جولة كده في البروبلم سولفينج، وشوف هتغير تفكيرك ازاي للأحسن. وشوف هتغير تفكيرك ازاي للأحسن، وذاكر داتا ستراكشر والجوريزم
و او بي. هو حتى لو انت طالب في حاسبات فانت تاخد الحاجات دي يعني، بس مش هتاخدها يعني اللي هي حاجات اللي هي، لا هتاخد قشور عن الاشياء يعني، مش تاخد الاشياء كلها. فشطارتك بقى انك تاخدها مع نفسك وتظبط الاساسيات دي، وكده كده التخصص مش هيكون عائق يعني. فمع الوقت هتحس ان الدنيا ابسط، وانت القرار كله بيرجع في الاخر ليك. وايا كان اختيارك ربنا يوفقك. وبس كده انا خلصت. تعالى بقى نشوف الباشمهندسين. اول حاجه دي قناه الباشمهندس اسامه الزيرو، كان عامل كورس كويس قوي في بيعلمك اساسيات البرمجه. فعندك الكورس اللي هو بتاع السي بلس بلس، وعندك الكورس ده، وعندك البروبلم سولفينج. فلو انت لسه بتبدا فالكورس بتاعه كويس جدا وهيفهمك. ولو انت عايز تبدا برضك فرونت اند، فالباشمهندس اسامه الزيرو كان عامل كورس HTML و CSS وجافا سكريبت، وكان عامل بروجكت يعني بيخليك تطبق اكتر من مشروع. فلف عنده كده في شوية الكورسات دي هتعجبك يعني. ولو انت عايز تبدأ بايثون، فباشمهندس اسامه الزيرو برضو كان عامل كورس كويس قوي بايثون، فهتلاقيه هنا. يعني ادخل هنا عند قوائم التشغيل وهتلاقي الكورسات كلها مترتبة. ابدأ بقى معاه. طيب ده باشمهندس ده باشمهندس أسامة. دي قناة باشمهندس إسلام، وهو مهتم أكتر بكورسات بايثون. فعندك بلاي ليست كاملة بايثون اهي. بايثون في فيديو واحد، وهو أصلا كان يعتبر وعندك شوية حاجات بال HTML ومركز لك أكتر على البايثون. وعندك باشمهندس محمد أبو هدهود، ودي القناة بتاعته. وعنده برضك يعني كان عامل لك رود ماب. يعني لو انت لسه جديد خالص وعايز تبدأ ان انت تشوف الخريطة اللي انت هتمشي عليها الاساسيات قبل ما تبدأ بقى كورس سي بلس بلس. فهو عامل لك رود ماب كاملة. هعرض لك الرود ماب دي دلوقتي. يعني هتشوف الفيديو ده وهو هيعرض لك فيه الرود ماب كاملة حرفيا ان هي تأسسك كويس. ودي الرود ماب اللي هو كان سايبها على الموقع يعتبر، وده الموقع بتاعه. وكان سايب الرود ماب على ما اعتقد في الموقع بتاعه. دي اللي هي خارطة الطريق للتأسيس العالم في البرمجة. هو كان مظبط لك الرود ماب دي بحيث ان هي هتخليك تنين بمعنى تنين حرفيا. فلو انت عايز تبدأ تأسيس فالرود ماب دي هتبقى كويسة جدا، وهو مظبطها لك هنا اهي. هتلاقيها على الموقع بتاعه. وبرضه اسمع الفيديو اللي هو كان عامله. نيجي بقى لباشمهندس ابراهيم حجازي. باشمهندس ابراهيم حجازي راجل تقيل جدا في مجال السايبر سيكيورتي. والراجل هنا مظبط لك الكورسات بتاعه السايبر سيكيورتي، وكان عامل رود ماب قويه جدا ان هو رود ماب للسايبر سيكيورتي. فانت هنا عندك الكورسات وعندك الرود ماب. فتبدا لو انت عايز تتخصص مثلا سايبر سيكيورتي. وده غير التخصصات التانية اللي احنا ما ذكرناهاش. وفي سلسلة جديدة احنا بنعملها، هي كانت هتبقى في فيديو واحد، بس المشكلة الفيديو هيبقى طويل يعني حرفيا اللي هو 4 ساعات. لمين لك كل تخصصات البرمجة في فيديو واحد. بس الفيديو عشان ما يبقاش تقيل، هو الفكرة اتنفذت وكل حاجة. والفيديو حرفيا الفيديو اتنفذ، فاضل بس ان هو ايه، يتقسم وينزل. بس بدل ما ننزله على فيديو واحد، لا هنعمل له بلاي ليست كاملة، بحيث ان احنا مثلا نقسم فيه كل مجال وننزله مع بعض. نقسم كل مجال وننزله، بحيث ان انت ما تبقاش مضطر ان انت تسمع الفيديو كامل عشان تشوف كل التخصصات. فقول لي رأيك في النقطة دي. لو انت حابب الفيديو ينزل على مرحلة واحدة، الفيديو ينزل على بلاي ليست كاملة. يعني كل تخصص هيكون في فيديو لوحده وبكل التخصصات. وفي ريبو معمول على جيت هاب بالحكاية دي. يعني التخصصات كلها في ريبو كاملة على جيت هاب، مقسمين لك فيها التخصصات ومع كل حاجة حرفيا. فمحتاج رأيك في النقطة دي. بعد كده معانا باشمهندس نجيب درويش، وهو راجل كويس قوي في الراجل ده فول ستاك. والكورس الرياكت بتاعه جامد حرفيا، اللي هو هتاخده من هنا هيأهلك لسوق العمل، ويفهمك ازاي تتعامل مع المشاريع والباك اند والاي بي اي والحاجات دي كلها. وده الكورس بتاعه، وده المشاريع بتاعته. بعد كده الدكتور مصطفى سعد، وده راجل تقيل جدا في البروبلم سولفينج. كان عامل شيت للبروبلم سولفينج اللي هتلاقيه هنا. وعندك هنا شارح لك حاجات كتير جدا. شارح لك بايثون وداتا ستراكشر والجوريزم و او بي.
او دي وسي بلس بلس. يعني حرفيا لو انت لسه في البداية، فالدكتور مصطفى سعد هيفيدك جدا، خريج حاسبات ومعلومات، والراجل ده تقيل جدا في الكومباتيتيف بروجرامنج، فهيفيدك بطريقة كويسة، هيفيدك جامد. ونتمنى ان الناس اللي منورانا في الفيديو دول يشوفوا الفيديو، يشوفوا الفيديو ويعلقوا على الفيديو عشان تبقى ذكرى كويسة. ويا ريت يعني تعمل لهم منشن في التعليق. المنشن اللي هو ده يا ريت يعني تاخدوه تحطوه في الكومنتات ان هم يشوفوا الفيديو. يعني هيكون حاجة كويسة ان هم مثلا يشوفوا الفيديو ويعلقوا عليه. ونتمنى ان الناس دي تشوف الفيديو ويعلقوا على الفيديو، ومنشن لهم تحت زي ما انا وريتكم دلوقتي. هتاخدوا المنشن اللي في الصورة، هتاخدوا كوبي وتحطه في قلب الكومنتات. وده كان فيديو ملخص ابدأ تأسيس ولا ابدأ تخصص. القرار في الاخر يرجع لك، القرار في الاخر يرجع لك. وبس كده، وبس كده انا خلصت. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وضغط لايك للفيديو. وبس، سلام.